إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا ورائدنا محمدا رسول الله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. أوصيكم يا عباد الله بتقوى الله، وأبدأ بنفسي التي بين جنبيه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حديثنا لهذا اليوم أيها الأحباب الكرام حول المجتمع المسلم، مجتمع العفاف والنقاء والطهر. أيها المسلمون، إن من ينظر في شريعة الله تعالى يجد أنها أوصدت كل الأبواب المؤدية إلى الفساد، وسدت الذرائع لذلك، وحمت المجتمع من الفاحشة والرذيلة بتشريعات ربانية تبقي على المجتمع عفته وطهارته ونقاءه واستقامة أمره وصلاح بيوته، ما دام أفراده قائمين بأمر الله تعالى ممتثلين لشرعه مستسلمين لنصوص الكتاب والسنة، ولم يسمحوا للمفسدين أن ينخروا ذلك السياج الرباني بين الرجال والنساء. يقول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا الخطاب أيها الأحباب، وهذا الخطاب الرباني كان لأطهر هذه الأمة قلوبا، وهم الصحابة رضوان الله عليهم، وفي أعف النساء وهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فما بالكم بمن هن دونهم من الرجال وبمن هن دونهن من النساء، فاسألوهن من وراء حجاب. فالخالق الرازق سبحانه يأمر في كتابه العزيز بالحجاب بين الرجال والنساء، والمفسدون يريدون تحطيمه وإزالته. وفي خطاب رباني آخر يقول ربنا عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فلو كان الاختلاط سائغا في الشرع أي مسموحا وجائزا، لكان في هذه الأوامر الربانية تكليف بما لا يطاق،
إذ كيف تختلط المرأة بالرجل وتجلس بجواره في العمل أو الدراسة، ولا ينظر كل واحد منهما للآخر، وهما يتبادلان الأعمال والأوراق والدروس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حق الطريق غض البصر، فإذا كان غض البصر واجبا على الرجال إذا مرت بمجلسهم في الطريق امرأة، فكيف يسوغ للمزورين أن يزعموا أن شريعة الله تعالى لا تمنع اختلاط الرجال بالنساء. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. فكيف إذن بالمكث عندهن وأمامهن وبجوارهن في ساعات العمل وفي كل يوم؟ إخوة الإيمان والإسلام، إنها أدلة صريحة في تحريم الأسباب المفضية إلى الاختلاط. ومن قواعد الشرع المطهر أن الله إذا حرم شيئا حرم الأسباب والطرق والوسائل المفضية إلى هذا الأمر تحقيقا لتحريمه ومنعا من القرب من حماه. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يقول أحد العلماء: والنهي عن قربان الزنا أبلغ من النهي عن مجرد فعله، لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، سبب لكثرة الفواحش والزنا. يا عباد الله، إن من حرص الشارع على التباعد بين الرجال والنساء وعدم الاختلاط بينهم أن رغب في ذلك حتى في أماكن العبادة كالصلاة التي يشعر المصلي فيها بأنه بين يدي ربه بعيدا عما يتعلق بالدنيا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها. وما ذاك إلا لقرب أول صفوف النساء من الرجال، فكان شر الصفوف. ولذلك حض عليه الصلاة والسلام أن من خير صفوف النساء آخر هذه الصفوف. أيها الإخوة المؤمنون، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمح للمرأة أن تصلي في المسجد، اسمعوا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد. ثم يقول: وبيوتهن خير لهن. وفي الطواف بالبيت
وهو من أجل العبادات وأشرفها، منع الاختلاط. كما أخبر التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى أن النساء فيه لم يكن يخالطن الرجال، وقال: كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، أي في ناحية معتزلة عن الرجال. وقال عليه الصلاة والسلام لزوجه أم سلمة رضي الله عنها: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. ولما وقع في عهد عمر رضي الله عنه شيء من اختلاط الرجال بالنساء في الطواف، نهى أن يطوف الرجال مع النساء، فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة. تلك هي شريعة الله في قضية الاختلاط التي يسعى المنافقون والمشعوذون والشهوانيون لإقناع الناس أن الاختلاط لا يعارض الدين، وأنه من أسباب الرقي والتقدم. كذبوا والله، كذبوا وضلوا وأضلوا. فبعد هذه النصوص المحكمة الواضحة، هل يليق بالمؤمنين والمؤمنات أن يصدقوا هذه الأكاذيب ويرضوا ويستسلموا لمشاريعهم لإفساد هذا المجتمع ولإخراج نساء المسلمات وبناتهن وقتلهم لحيائهن وإحصانهن وعفافهن، ويتركون هؤلاء المفسدون ينخرون في المجتمع ولا ينكرون ذلك عليهم، وقد استبان لهم الحق بأدلته وبان لهم الباطل بدجله وعورته. فماذا بعد الحق إلا الضلال المبين؟ موقف الإسلام أيها الإخوة من اختلاط الرجال بالنساء ترسمه هذه الأدلة، ففيها بيان للضوابط الأمينة وتحديد أسباب السلامة حفظاً لكيان الأسرة المسلمة وسلامة أنسابها وطهارة قلوب الرجال والنساء من الفتنة والانحراف. إخوة الإيمان والإسلام، إن دعاة الاختلاط، اسمعوها جيداً، إن دعاة الاختلاط لا يهمهم صيانة الأعراض، ولا يفهمون معنى للشرف ولا للعرض، إنما هي نظرتهم كلمات فقدت معانيها القديمة ووأدتها الحضارة والانطلاق من القيود المتحجرة كما زعموا إلى المدنية الحديثة. أصوات غريبة تدعي أن الاختلاط يساعد على إقامة علاقة نظيفة، وأنه ضرورة نفسية واجتماعية واقتصادية، وبه يرشد الإنفاق. ونقول لهؤلاء جميعا، نقول لهؤلاء: اسألوا الحضارة الغربية المتهالكة ماذا جنته من الاختلاط، فستجيبكم الإحصائيات المذهلة والأرقام المفجعة عن نسبة الحوامل من الزنا، وآلاف الأطفال الذين ولدوا بطرق غير شرعية، ناهيكم عن حالات الإجهاض ونسبة جرائم الخطف والاغتصاب، مع انحطاط خلقي وآثار مدمرة في الاقتصاد والاجتماع تنذر بانهيار هذه المجتمعات، مع كثرة العوانس. ذلك
أن وجود السبل الميسرة لقضاء الوطر صرفتهم عن تبعات الزواج وتكاليفه. يدعي بعضهم أن الاختلاط يكسر الشهوة ويهذب الغريزة ويقي من الكبت والعقد النفسية، وواقع الحال في البلاد الإباحية يكذب ذلك وينقضه تماما، فلم يزد الناس إلا سعارا بهيميا وهتكا للأعراض وتوقدا للشهوة، لا يرتوي ولا يهدأ، وينتهي إلى شذوذ لا يقيده قيد ولا يقف عنده حد. هذه هي الغرائز التي أطلقت فلم تزد النفوس إلا تعقيدا، ولم تزد الأعصاب إلا توترا، مع انتشار الأمراض الفتاكة، حتى أصبح القلق النفسي هو مرض العصر الحديث. كيف نلقي إنسانا أيها الإخوة في الله، كيف نلقي إنسانا وسط هذه الأمواج المتلاطمة ثم نطلب منه أن يحافظ على ثوبه من البلل؟ كيف نلقي إنسانا وسط نيران متقدة ثم نطلب منه أن يحافظ على جسده من الاحتراق والدخان؟ إن عقلاء البلاد الإباحية التي جربت الاختلاط والإباحية وذاقت ويلاته وقاست مساوئه ينادون بقوة إلى منع اختلاط الرجال بالنساء في بلادهم، بعد أن أحسوا بالخطر الداهم وأعلنوها صراحة مدوية بعد طول عناء أن التعليم غير المختلط أو المختلط أفضل بكثير من التعليم المختلط. فلم يؤدي الاختلاط إلا إلى بهيمية كاملة، لم تؤدي التجربة إلى تماسك البيوت ولا إلى استقرارها وثباتها، إنما أدى إلى تفكك دائم وطلاق متزايد وجوع مستمر. إن من أسباب البينة التي أدت إلى افتتان امرأة العزيز بيوسف عليه السلام هو الاختلاط الذي أضرم كوامن الغريزة، فيأبى يوسف عليه السلام خوفا من الله العليم القدير. الاختلاط من أكبر الأسباب الميسرة للفاحشة وارتكاب جريمة الزنا، فهو يحرك في النفس نوازع الشر ويشعل نار الشهوات الجامحة ويولد الإغواء والغواء. أيها الإخوة المؤمنون، إن للاختلاط المحرم في المجتمعات صورا منها اختلاط البنات مع ابن العم أو ابن العمة أو ابن الخال أو ابن الخالة، وخلوة خطيب الفتاة بها وخروجه معها وحديثه، وذلك قبل العقد بحجة التعارف ومدارسة بعضهم بعضا. واختلاط النساء بالرجال الأجانب عموما بحجة أن القلوب بيضاء ونظيفة والنوايا حسنة. واختلاط الطالبات بالطلاب في صفوف الدراسة بالجامعات والمعاهد والمدارس كما في بعض المجتمعات، واستقبال المرأة لأقارب زوجها الأجانب أو أصدقائه في حال غيابه ومجالستهم والكلام معهم في بعض المجتمعات، وخلو المدرسين الخصوصيين بالطالبات بذريعة التدريس والساعات الخصوصية. واختلاط النساء بالرجال
في المعامل والصيدليات والمستشفيات والمكاتب بدعوى ضرورة العمل وخلو الطبيب بالمريضة وكشفه عليها من غير محرم لها، وما يسمى بالجلسات الخاصة والعائلية التي يختلط فيها الرجال بالنساء وما يحدث فيها من تبادل للحديث. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين والمسلمات، احفظ أعراضنا، احفظ نساءنا، احفظ